عليكم. بهذا الفيديو راح اقولكم اسم التطبيق، واسم التطبيق راح اعطيكم اياه. هذا اسم التطبيق، خليني نسوي هيك. راح اقولكم هذا اسم التطبيق، واذا كتبتوا بجوجل وضغطتوا راح يقولكم زيي، راح يقولكم اذا من العراق ما بيطلع لكم، اذا بالجزائر والمصر يطلع لكم. اذا ما طلع لكم تضغطون هنا. خلينا امسح هذا، امسح كله، ندوس هيك. اذا ما طلع لكم بجوجل زي يعني ما موجود عندي، شباب ما موجود عندي، شو تسوون؟ تضغطون على جوجل، تكتبون هذا الاسم، راح اعطيكم رابط، هذا الرابط وهذا الرابط جوجل. اذا ما طلع لكم روحوا على الرابط الثاني، تدوسون عليه راح تلقوه زي هيك بالضبط مثل ما شفتوا. هذا اسمه التطبيق، ندوسه وتحمله. انا حمله قدامكم. حملت فلوس تاكس هذا، وانا عندي رابط. طبعا عندي هذا فلوس تاكس بس كثير خرف، ما اريد. انتم تحملونه وتضغطون عليه. واذا تريدون رابطات اخرى، مثلا جيمان او اشي تضغطون على، انا اشرح لكم، تضغطون على اليوتيوب، تجوا تكتبون سكيبيدي مو بالعربي، بالانجليزي يا شباب. تسوي هيك، سكيبيدي تواليت، هذا راح يطلع لكم سكيبيدي تواليت تحميل. ها هيك بيطلع لكم طيب شباب، الكل بيفتهمنا يعني البرنامج، اسم التطبيق، تدوسون على هنا. اوكي ما اريد اشوف Easily create studio quality video. تحبون على هنا تلقون رابط هذا، تضغطون عليه راح تلقون تحميله. واذا تريدون شرح يعني شلون نخلي برنامج، راح اكتب لكم اسم التطبيق، او راح اكتب لكم شلون اخلي ملف على هذا. طيب فما عندي نقال مالتي هذا، ولكن ما راح احمله بهذا لانه يا شباب هذا ما بيصير له، حملته بنقال ثاني. طيب خلينا نجي على الشرح اللي مستر تلفاز ايام حلو. مستر تلفاز خلينا نقول مستر تلفاز هنا. مستر تلفاز اوكي، كتبنا طلع لي مستر تلفاز. ها هنا على هذا الفيديو، مش هذا الفيديو، على هذا الفيديو، نعم على هذا الفيديو. اي اضغط هنا، وين بدي اخلي الملف؟ طبعا هذا اللي اسم التطبيق، رسم متحرك، هذا الجمل. انترنت جد فاخر انترنت.
هذا كم تكرار. نار الجيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر تلفاز وانت منور. حياك. الفيديو اليوم راح اعلمكم كيف تسوي انيميشن. بتروح لجوجل وتكتب دروينج كارتون 2، بيطلع لك هذا تطبيق بتحمله. هذا التطبيق ما يجي من قلت خلينا نروح جوجل واحمله. بعديها تدخل تطبيق، دخلنا على التطبيق. هيك شي واجهة التطبيق. وتضغط على جديد رسوم متحركة وتابع معي شرح. راح تلقون رابط الجيمان في الوصف. اشوف بس راح نخلي هيك. هندوس هنا. نحمل. وتروح الاعدادات، تدوس على هاي. شوف الشباب تدوسون على هاي اللي اسمها عمليات على العناصر، تدوسون عليها. واضغط على العمليات على العناصر وتلقى الملفات مالتك. هاي الملفات كلياتها. واضغط على هذا الاسبوع وراح تلقى الملف اللي نزلته. تضغط عليه وراح تلقى الملف اللي نزلته وتلقون. راح نخلي رابط الجيمان والاسترو. هنا كتبت له استمر يا على محتواك. هنا قلت له راح اخلي هذا الرابط وهذا الرابط، وما اخلي رابط هم من الاسترو في نرجع ثاني. هنا استرو هنا. نعم ايوه هنا. شكرا. هنا قلت له شكرا، رد علي اوكي. هنا قال لي سكيبي تواليت. هنا قلت له سكيبي تواليت سوي. سكيبي تواليت سوي. راح اسوي رابط الاسترو. هذا رابط الاسترو، هذا الجيمان رابط الجيمان، وهذا رابط سكيبي تواليت. هذا من نفسي. هاي شوفوا شباب، هاي 3 1 2 3. اول شي راح اخلي هذا الرابط لكم. راح تلقون هذا. واشكركم على 16 مشترك. ما باقي شي ونوصل 20 مشترك. نضغط على هنا. طبعا يا شباب هذا الفيديو وهذا واكثر فيديو هذا 37 وهذا 4 مشاهدات. وصلوا هذول الفيديوهات الى 100 و100. هذا قلت لكم خليني اعملكم الطريقة، وهاي الطريقة ذات قاعد بسوي لكم. نيجي على المنتدى واخليكم رابط هذا، ودوس على نشر المشاركة. وهنا لما تضغط على المنتدى تلقى هذا الرابط. هذا الرابط وين؟ على هاي الاسترو. والثاني رابط وين راح يوديك على سكيبي تواليت اللي كان عنه هو الجيمان الاسترو. هذا يمكن الملف مال سكيبي تواليت كامل. تايتل سكيبيدي تواليت. نعم تايتل سكيبيدي تواليت. حمل الملفات ما تحملوهن. من معلكم ما تحملوهن.
جي تضغط على وتروح الاعدادات ايه واضغط على العمليات على العناصر بيطلع لك كل الملفات. اختار اي ملف اضغط على هذا مالتك، مثلا مالت الملفات. هنا حاط لك جيميل، هنا تستعمل الرابط، هنا استمر جدا، استمر على محتواه لانه يستمر، خليه يستمر. ولا انتم دعموا لي، روحوا دعموا لي. خليه يوصل الى 100 مشترك، 100 مشترك. اكتبوا مستر التلفاز وهاي صورته شباب، وهاي النسبة الحقيقية. دمتم في رعاية الله، وسأقول لكم ايش هو الرابطات. تجي على المنتدى يا شباب، تجي على المنتدى اذا تريدون رابطات. تجي على المنتدى تلقى رابط هذا كل يوم احط الرابط رابط كل يوم. اليوم حطيت 3 شباب. اذا تريد يعني ملف، اضغط على التعليق وقل لي بملف شو تريده. هنا اكتب لي الملف شو تريده وانا راح اخليه. وشلون نسوي انيميشن، شلون نسوي يعني زي هذه. وانا سويت 29. بنزل هذا الفيديو راح انزلكم فيديو ثالث، ولكن اكو واحد موجود. هاي مالتنا لحلقة اليوم. وأما خلنا نحكي على دوم ستوديو. طبعا دوم ستوديو نزل حلقة ما تذكرون، وانا مش ادري ولكن بدي اصور فيديو، ولكن تأخر الوقت وصار بال6. فندس على هذا. طبعا نشوف هنا ماكو مقطع على الهواء. اوكي معروفة هاي. ايش المقطع؟ لا شو سوى كل حتى هذا الساعة رجع. وهذا طلعت تيجي قوية، اقوى ما عندكم من التايتس. شو شباب، يا سعد فاجئ. شوفوا هيهدده، ضغطه. هذا اقوى من التايتس، يمكن اقوى من الجيمان. والله خايف. يلا كمل الشغل. اوكي المقطع شجرة. طبعا هنا شاهدنا طاح هذا وطاح هذا وخلاص، ما شاهدنا بعد. بس عم نشاهد. اتذكرها هاي من كان سلاح مال دابوك موب. ليش خليته يعني الاستديو؟ ليش خليته؟ يو طاحوا. مين قاعد يصورني؟ اعتقد واحد من الله يعافي. يو تفجروا.
وطاحت. مين ذا؟ مين ذا؟ اهلين اهلين. ليش ياخذوني؟ ما اعتقد. لا تقولولي يصلحون راس الكاميرا، لا تقولولي. ليش صارت هيك؟ تبي مان؟ لا ودي بمان، لا لا. مين هو؟ راح اختفي. راح. مين ذا؟ سبيكر مان. وسبيكر مان العملاق صغير. هجا. هذا جديد وهذا قديم كان وطور. سوي هيك. اتحاد، شلون الاتحاد هيك؟ سوي هيك. شو يسوي له؟ قل له روح واقضي عليهم. هذا اللي شفناه. اجا تيبي مان، قلت لك اجا تيبي مان. كنت بدي اقول لكم هذا تيبي مان الموجود. وين جي مان؟ لازم تخبرونا، لازم نقتله. مدري وين راح. الجيش، هلا الجيش، الجيش هلا. تليفون يجي. ايش هذا؟ واحد ضارب بالجيت. والله تعالوا 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 قبل لا يجيكم. نايم. قام يرقصون. يو الطائرات. راح يسوي الساعة مالته. روح سوي الساعة. تعال 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 تعال. وديه وديه. ايوه وديه وديه وديه. روح. روح. سوالي هيك يعني زين. مرة حمود افك بوم يمي. ايوه كمل كمل ما اقول لك. يو شعل
شعلت مركبة. طبعا هذا قال لي احد راح ينزل الملف الاحد تنزيل. ما مصدق انه هذا دوم استديو مسويه قوي. لا قوي، لا قوي. فجارة الأولى فجروا. لا 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 راح نبلش. اختفاء. ماما اختفاء. كفو. حط لايك. يا جمال، ايش هذا الجمال؟ يعني يحكي، مو قاعد يحكي الجمال يحكي. طيب ليش؟ طيب ليش؟ في الجيش هذا الجمال. انتهى راسك، انتهى راسك، انتهى راسك كامل. هاي ايش هاي اللي ظهرت؟ هاي ايش هاي اللي ظهرت؟ كسرت. ظهرت ديشي علامة. شو يفجرون؟ ما انطي مجال بعد يفجرون. طقه بوجهي طفى الفيديو. حلو هاي، طقه بوجهي وطفى الفيديو. حلو هاي عشان تديك. ايش قال لي؟ ذكرى سنوية سعيدة. والله سنة سعيدة مراحيض. اي والله سنة سعيدة. طقوها سنة سعيدة. عسبالك ما طقوها سنة حلوة، سنة سعيدة. والله ما ادري. ما عنده غلاف ثاني؟ لا انا نسيت. اوكي يا شباب، انا بالنسبة لي هاي قناتي 10/10. واقول لكم من الان سوف اساعدن. تعرفوك بوم ودوم استديو قاموا يبعدون. ليش؟ والملف الجاي راح انزلكم الاحد مثل ما قال مستر تلفاز. مستر تلفاز اللي حكينا عن الانيميشن، حكينا عن دوم استوديو، وحكينا عن مستر تلفاز بهاي الحلقة جدا نار. ودابك بنزل تسريبات فيديو جاي. فيديو بكرة جمعة او خميس راح انزلكم فيديو جنن ونار. طيب ليش ما تسوي هسه؟ طيب اسوي لك هسه. طيب خليني اسوي لك هيك زي هيك. خليني بدي اخليكم زي هيك. وهذا بينك مسحة. جيب ملف
المشكلة الصورات، عندي كثير صورات يا شباب. أنا ظهركم هذا وجه، كثير أشياء غريبة وعجيبة يا شباب. المهم وين هاي التسريبة الأولى. قدامكم على الشاشة هاي التسريبة. طبعا مثل ما شايفين، خلينا نودع زي هيك. طبعا مثل ما شايفين هذا. طيب هذا وين ظهر بالحلقة 74، ولكن مو نفس الشكل، يمكن او تغير شوي او دافكم مغيرة. طبعا يا شباب لو تركزوا، خلينا نمسحها. لو تركزوا اوقفوا شباب، خليه زي هيك. نجي على الصورة، طيب وين البرنامج مالتي اللي كنت خربتكم اياه؟ طبعا الشباب هاي الصورة يا شباب، خلنا اوضح لكم. هاي الصورة يا شباب اللي ظاهرة امامكم. هاي الصورة يا شباب اللي ظاهرة امامكم مكتوبة علامة، ما ادري شنو اسم العلامة. هاي العلامة قلت علامة، ما قلت العمر. هندس على البرنامج تبعي. حمل هذا. خليني بدي يعني والله تصحيح تلقائي. تشوف ايش الصورة، ندوس هيك. شباب ماكو علامة، شلون؟ اكو علامة، شوفوا شباب. بي هيجي لا وضح كلش. بي هذا ايش هذا الحرف شباب؟ مش واضح هذا الحرفات. هذا ايش هاي الحرف؟ خلنا نوضح شباب، خلنا نوضح. ثمانمية ميتين. هاي بي وين هذا؟ ان هذا شنو؟ طيب اكو. طيب خلنا ندوس على الترجمة، نكتب بي وان وغيرها. بي وان وغيرها. طبعا اكو يوتيوبر قال عنه، هو مستر سميث. مستر سميث قال عنه مستر سميث. قلت سميث هو. اوكي هذا مالته طبعا شباب.
شفت هذا الفيديو، خلينا نشوفه معاك. مرحبا بكم عائلة أوكي. سنيك في مقطع فيديو جديد على القناة. وأخيرا بعد طول انتظار قد حصلنا على تحديثات جديدة حول البارت الثالث من الحلقة 77 والتي شاركها معنا دافوك بون حلقة والتي أظهر صراحة لا أظن أننا قد رأينا هذه الفصيلة من قبل مقارنة بالمراحيض الذين رأيناهم في الحلقتين السابقتين، ولكنه يشبه إلى حد ما أحد الأسترو الذين رأيناهم في نهاية الحلقة 74، ولكن من المحتمل أنه ذو رتبة عالية وربما يكون القائد في الفصيلة لأنه يبدو واثقا جدا من قوته. وإذا كان هذا المتأنق هنا فهذا يعني أن الأسترو قد أرسلوا سوات آخر للهجوم على التحالف، ومن المحتمل أيضا أن المرأة الأسترو معهم أو بالقرب من هذه المنطقة. وقد سمعنا بالفعل صوت سفينة الأسترو الأم في الحلقة 77 قريبة من الإرجاء، وأخبرنا أيضا دافوك أننا سنرى السفينة الأم تعمل قريبا، لذا أستطيع أن القول أننا سنرى بعض الشخصيات القوة في جيش الأسترو في الجزء الثالث أو الرابع من الحلقة 77. ولكن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو العبارة المكتوبة على الصورة، فإذا أضفت القليل من السطوع على الصورة يمكنك أن ترى بوضوح كلمة بلان، أي يخطط، منتهية بعلامة استفهام ولا لان كلمة لان أعلم ما المقصود بها بالضبط، ولكنها قد تعني أي شيء، والاحتمال الأكثر وضوحا هو أن كل شيء يسير وفقا لخطتهم، وربما كانوا يتوقعون أن تدخل المراحيض في تحالف مع العملاء، والآن قد قرروا الأسترو أن ينتقلوا إلى الخطة بي والتي سوف تكون مجنونة. بي راح يفجرون الدنيا، بي راح يفجرون، أدري من هذا حرفيا، ولكن هذه مجرد نظرية، لذلك أخبروني بآرائكم ونظرياتكم أنتم تحت في التعليقات. ولكن الآن دعنا ننتقل إلى التسرب الثاني، وهو تسريب ملحمي. هاي التسريبة اللي قلت لكم عنها، هاي التسريبة، هاي ملفات شباب، هاي ملفات الشباب، هذا وهذا، هاي الصورة بوضوح الشباب، هاي الصورة اللي كاتبينها. ارجع يوتيوب ونشوف ايش هاي الصورة. ندوس ونشوف طبعا كل شيء. لا شنو؟ عميق جدا، حيث نرى المرأة الكاميرا تمشي نحو الأسترو الوحش، وهو بالمناسبة نفس الأسترو في التسريب الأول، ولكن مرة أخرى أهم شيء في هذا التسريب هو العبارة الموجودة على الزاوية التي تقول من سينقذك الآن. وقد خطرت في بالي النظرية الآن، وهي لاحظوا أن هذا المشهد مشابه جدا للمشهد الذي كان فيه رجل كاميرا المشهد نينجا يتقدم نحو حشد المراحيض التي هاجمت المختبر في الحلقة 50. وتبدو هذه الرسالة وكأنها تشير أن هذا الأسترو يرى رجل الكاميرا النينجا فيها، أو ربما كانت المرأة الكاميرا متواجدة في مكان ما ساعتها. باختصار يبدو لي أن الوضع يعيد نفسه، وبما أنني افترضت أن هذا المتأنق ربما كان في الحلقة 50 أو شاهد تلك الأحداث، فإنه يعتقد أن رجل الكاميرا النينجا والمرأة الكاميرا هما نفس الشخصية. وبما أن رجل الكاميرا النينجا تم إنقاذه بواسطة عملاق الكاميرا في تلك الحلقة، فمن المرجح أن يأتي عملاق الكاميرا لإنقاذها أيضا. ولكن هناك احتمال آخر ولم أكن أريد ذكره لأنه محزن جدا، وهو ربما كان هذا بلينجا أسترو قد قام بالقضاء على جميع العملاء في المنطقة بما فيهم فرقة جيمن، وبما أن الجميع قد ماتوا فإنه يسألها من سينقذك الآن، وبما أن مدافعه متوهجة كليا فإنه يتجهز لكي يسدد لها الضربة القاضية، ولكن أمل أن يأتي أحد العمالقة لإنقاذها. ولكن اوكي، هاي التسريبة انه بلينجر كان بدي هيك يرفعها، يعني يرفع مالت هيك كثير محزن. شوفوا حولها تحت في التعليقات. ولكن الآن دعنا نتحدث عن موعد إصدار الحلقة القادمة. وعلى الرغم من أننا حصلنا على تسريبات مبكرة جدا،
ولكنني لا أظن بأن الحلقة سوف تصدر قريبا، وقد تستغرق أسبوع كبار آخر على الأقل، وراح. نظرا لأنها سوف تحتوي فجر. على العديد من الأحداث المثيرة التي سوف تضمن العديد من المعارك في نقاط مختلفة، أي بمعنى أنها سوف تكون حلقة طويلة المدة تماما مثل الحلقة 74، وتحتاج الكثير من العمل. ولكن استطيع أن أطمئنكم من هذه التسريبات أن دافوكا قد قطع شوطا جيدا فيها، وقد نحصل على تسريبات جديدة خلال الأيام القليلة القادمة لذلك، هو عمل هواي عمل. لكي تدرون لا تفوتكم أي من التحديثات تدرون والنظريات إنه الجديدة حول دافوك السلسلة. لا تنسوا اسكت. تدرون يا شباب دافوك مو من جد يتعب، من جد يتعب بالتصاميم هي، يعني يمكن يتعب شهر نوعا ما، يمكن يا شباب شهر نوعا ما، يمكن يا شباب، يمكن يا شباب. هاي بدي اقول يمكن يا شباب واحد بيجي وش يا شباب. اتمنى عجبكم طبعا شباب. ايش هذا طبعا، ايش هذا، ايش هذا شباب. اوكي وزعته هيك، دوس على هنا. اوكي شباب، قلت لكم هذا الفيديو مات، قلت لكم عن دافوكبوم عندهم استوديو عن برنامج انيميشن. ان شاء الله عجبكم برنامج انيميشن، وهميني ملفات اعطيكم، وهميني اعلمكم شلون اخلي ملفات على برنامج انيميشن ورسوم متحركة 2 بيبي. روحوا جربوا البرنامج